اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسلامة دايما يا رب. النهاردة كده يوم جديد، النهاردة السبت. مبارك عليكم اليوم، وربنا يجعله مليان بركة وخير ورزق ويوسع على العباد يا رب. ربنا يجعله يوم سعيد علينا يا رب. النهاردة كده يومنا نبدأ كده من عند طيورنا فوق. زي ما انتم شايفين بطنا اهو، انا علفت ايه ده هرس البيت. طبعا النهاردة كده السبت، في لسه فاطرين وهرس بقى بواقي كده اكل ولا حاجة من الولاد امبارح على العشاء. النهاردة اجازة مفيش مدرسة ولا حاجة. فطرنا كده وولادي البنات راحوا دروسهم، يعني زي حضانة كده، نظام حضانة. ومعايا ابني عمرو. صبح على الناس يا عمرو. عاملين ايه؟ السلام عليكم، عاملين ايه؟ دلوقتي بقى احنا كده على السطح اهو زي ما انتم شايفين. هو الشغل كتير هنا كده على السطح، انا مش هقول لكم هعمل كذا ولا كذا، لا. طبعا ده السطح اهو زي ما انتم شايفين. الشمس طالعة كده والسما صافية النهاردة. بسم الله ما شاء الله. مع ان امبارح كانت الدنيا مغيمة كده، وانا كنت بنشر الهدوم نقطت شوية، بس الجو عدل اهو. ده كده المفروض السطح كنيس اهو، وهنروق هنا كده المفروض، يعني كل ده المفروض هيتعمل، بس انا مش هحدد حاجة. انا هعمل اللي ربنا يقدرنا عليه واللي هقدر اعمله، طبعا علشان ابني عنده دروس، وعشان برضه انا ما اقولش هعمل حاجة وما اكونش قدها. انا هعمل اللي ربنا يقدرنا عليه، يعني لو ربنا قدرنا على كل ده هعمله. ربنا قدرنا على الأوضة دي بس هعملها. ثواني افتح الشباك اهو. اللي ربنا يقدرنا عليه هنعمله طبعا، علشان نفضل حلوين وكويسين وقايمين كده بين ولادنا. وطبعا البصل ده انا هنزله كده وهنضفه، عشان ابقى كده خلصت من البصل كله، ما يبقاش في حاجة متعلقة. وزي ما انتم شايفين اللي احنا كنا عملناه قبل كده اهو في الاقفاص هنا كده، وكنت نزلت شوية كده البيت تحت وحطيتهم هنا كده على الخشبة دي. هعدله بقى كده وهنشوف هنعمل ايه ويا بعض. اللي وصل معانا لحد هنا كده يحط لنا لايك يا جماعة واشتراك في القناة عشان يوصل لكم كل جديد. اما هنا بقى كده زي ما انتم شايفين المشمعات اللي احنا عملناها سوا مع بعض من قيمة اسبوعين، اللي هو عندنا قام، فده كده وقعه، واللي كان في الطوب ده كده وقع برضو. فانا بقى مش هرجع اعمله يا جماعة، اللي هيقع هيقع وخلاص، لان الجو عد فيه هوا وكده. ما اضمنش نفسي بقى. اللي على ظهر الاوضه من فوق بقى زي ما هو او ايه معرفش، لكن الطروف دي كده بتبقى تطير وبشدها انزلها. طبعا كل ده كان على طوب، بس مع اول هيجان للهوا وقع كده على الارض. فبلاش فرهضه بقى في نفسي كده وفي ابني. اللي يقع يقع بقى، ملوش نصيب يثبت على ظهر السطح. المشمع ده انا اشده برضو بدل ما يقع ويطير. هشده هعينه، واما ابقى احتاجه اهو يبقى موجود. يلا بقى استنونا كده نشوف هنعمل ايه واحنا مع بعض اهو. في الفيديو من كام يوم كده كنت ذبحت 3 بطات، استكبرتهم كده في البط دون وذبحتهم، لكن ان انا ما صورتش، ما عادش عندي الاربعه دول. على اول الشهر بقى كده ان شاء الله هنجيب تربيه بط حلوه كده لرمضان، يعني هي مش تربيه كبيره ولا حاجه باذن الله، يعني هجيب 10 نعرف نأكلهم في الغلا دون ونراعيهم، وربنا يطرح فيهم البركة من قبل ما يجوا. يلا يا جماعة نكمل بقى الفيديو بتاعنا ونشوف هعمل ايه. خليكم معانا، متنسوش اللايك والاشتراك. دلوقتي يا جماعة بقى احنا خلصنا اهو. الأوضة دي انا نكنستها زي ما انتم شايفين اهو.
بس احنا عارفين ان مكان الحيوان يعني بيعمل بقع كده في الارضيه. وده البصل كله بقى اهو، انا كده خلصت بالبصل. ما عادش فيه حاجه متشرشه، كله زي ما انتم شايفين بالشكل ده. ولميت كنسة البصل دي وشكارة اول حاجه ونزلتها تحت اهو. ما عادش فيه بصل ولا اي حاجه خالص خالص. احنا هنا على السطح من الساعه 9:30، الوقت الظهر ادن. ودي الكنسة اللي طلعت من الأوضة ومن نص السطح اهي. تمام. وهنا شكارة الكنسة. بس زي ما شايفين كده لقيت الدنيا غيمت والسما كده اسودت اهي. شكلها كده الدنيا هتشتي زي امبارح. طبعا في سحاب ابيض وسحاب اسمر. فانا هكتفي كده لحد كده النهارده، علشان خاطر برضو انزل الم هدومي اللي انا نشراها. لا الدنيا تشتي عليها. انا مش عارفه هو جواها يشتي ولا ايه. السحاب زي ما انتم شايفين كده، في سحاب كده وسحاب ابيض ساده. وبرضو بنتي جت اهي من الحضانه، وبنتي التانية جايه على وشك. زي ما انتم سامعين الظهر جدا اهو. وهنشوف بقى هنكمل ايه تحت في بيتنا. وبكره ان شاء الله اذا ربنا احيانا ومواجهش فيه حاجه وحشه، اطلع بقى اكمل زي ما انتم شايفين، لان الهوا شغال. احنا كنسنا الحته دي كده والهوا رجعها. احنا بقينا نكنس كده والهوا بيرجع العفر ورانا. فكنت بقول الشمس هتطلع واكنس هتطلع واكنس، لكن الهوا بتكنسي كده لقدام. الهوا بيرجعه تاني زي ما انتم شايفين كده. لان الهوا قايم وانا خايفه برضو لا الجو يشتي. انا ممكن اقول لاولادي ينزلوا يلموا الهدوم، بس يلا برضو عشان ورانا شغل تاني في الشقه. وده البصل ده كده انا حطاه هنا كده يحمص، لقيته يعني مبلول. هي حلوه كويسه اهي، مش ضاربه ولا حاجه، بس هي كانت مبلوله، كان جنبها ضارب وكده. يتحمصوا وهبقى اخرطه للبط كده زي تحصينه كده في شيء حلو مش وحش. تمام. احنا كده خلصنا على السطح وخلصنا الاوضه. يا ربنا يبارك في ابني، ايدي في ايده. وانا بستغله يوم السبت ده، ما بيبقاش وراه حاجه عن بناتي. يعني بناتي برضو في ايدي وبيعملوا وبيساعدوني، بس مهما يكونوا هم لسه برضو صغيرين وبيساعدوا. كتر خير. يلا بقى ننزل نشوف هنكمل ايه في شقتنا. وهسيب الشكارة هنا، ولو لقيت الجو برضو هيفتح ويبقى حلو نطلع نكمل تاني العصر او اي حاجة، بس مش اكيد يعني. تمام. بعد الشمس ما خانتنا كده يا جماعة وراحت والدنيا غيمت، جيت نازلة لقيتها طلعت كده. قمت راجعة بقى كده كنس السطح زي ما انتم شايفين كده. ابني قال لي يلا يا ماما وانت متنشطة واحنا معاك اهو، انت متنشطش على طول. وفعلا الحاجة ما بكون عاملة حسابها او مخططة لها في دماغي مش بعملها، يعني بتكون جاية صدفة كده بتيجي. بنتي الصغيرة اهي ماسكة بقى المقشة كده، وهي كنست النص ده وبتلم الكنسة على جنب، وانا اقوم المها من وراها. والنص ده هناك اهو بقيته انا هعمله. وطبعا النص ده كان عايز يتحك كده بالحكاك، بس مفيش قدرة بقى كده النهاردة على الحك. احنا هنكنسه كده وخلاص. نعيشنا بقى كده الاسبوع الجاي يتحك، لان بصراحة الحك صعب والبتاع ده صعب برضو، وبيبربق الايدين لان الايد بتاعته مشنشرة هنا كده. وهو كده بالنسبة لي هيبقى خفيف برضو للي هيحكه. والله ان قدرت بكرة هعمله، ما قدرتش هيبقى فيديو تاني. وبسم الله ما شاء الله بنتي هنا يعني، والتانية لسه ما جاتش. ومعايا عمرو ابني اهو نزل كنس القلبتين بتوع السلم بتوع السطح. وعلى كده يا جماعة يشكروا، لان ايدي مش في السطح على طول فبيتعب اما بيجي الكنس يعني. تمام. اكنسي حلو وراك العفشة اهو طايرة اهو، لان هي تعبت لان هي الصغيرة. يلا هنكمل
والجو فتح اهو، الشمس طلعت، نكتسب بقى ال5 دقايق ولا ال10 دقايق دول اكنس فيهم بقى بقية السطح، ونكمل وننزل بقى على طول بقى نشوف يومنا تحت. وافتح البلكونة كده بحيث الجو نغيم ولا حاجة، لم الهدوم بقى على طول. احنا اصلا دلوقتي بعد الظهر بقى الشمس هتيجي على هدومنا بقى دلوقتي، مش من الصبح يعني ولا حاجة. وهنا بقى يا جماعة اهو نزلنا شقتي. انا مش هعمل حاجة، انا عليها اوضب بس كده الشقة النهاردة زي ما انتم شايفين. لما بيبقوا ولادي بقى بالليل كده بيسهروا قدام التلفزيون هنا، بيجيبوا المخدات ويناموا وهم قاعدين. ودي الطبلية مكان الفطار، لان احنا شلنا الفطار على طول كده وطلعنا. وده بري قلم كده، يعني كانوا باريين القلم الرصاص اهو اهو. وطبعا البنت دخلت من الباب رمت الكتب على الارض ونزلت تنزل الزبالة مع اخوها. والهدوم بقى اهي قدام الباب كده هنلمها وهنظبط هنا كده والاوض. بس قبل حاجة هنغير هدومنا دي بقى كده ونشطف، وعشان نصلي الظهر لان الظهر ادن. تمام، يعني ترويق ترويق كده. انا ما عنديش اكل ولا حاجة، مش هطبخ يعني، انا عندي اكل بايت. لان النهاردة السبت بنتجمع انا واخواتي كده عند بيت امي. فما بيبقاش في حاجة، يعني هي عندي الارضية نظيفة وكل حاجة. هكنس كده على طول على طول ونروق السراير بس وخلاص. تمام. وده اهو الهدوم بقى اهي شوية كده. الشمس زي ما قلت لكم بتيجي هنا بعد الظهر. هنبقى نلمهم بس وخلاص يعني. تمام. نغير بقى هدومنا وده حال الشقة بقى، لأن امبارح والنهاردة أجازة اهو. دي غرفة البنات. هنروقها برضو كده. تمام، كل حاجة هنحطها مكانها. وهشيل المفرشين بتوع السرير دول وهحط مفارش تانية، لأني ما شلتهمش امبارح وأنا بصبن. لأن زي ما انتم شايفين الهدوم كتيرة كده في البلكونة، فما كنت شالقة مكان أنشر فيه. يلا يا جماعة بقى هعمل كل ده، أو قبل ده طبعا أغير هدومي ونصلي الظهر كده، وهنعمل كل ده بإذن الله. ونشوف بقى نتقابل في الشكل النهائي. ودي يا جماعة شكل الغرفة اهي بعد ما شلت الملايات طبعا وغيرتها وسويت لهم هدومهم كده. البطاطين. وحطيت لهم كده شفشق مية وكوباية عشان اللي يعطس بالليل. وطبعا لمينا هدومنا من على البلكونة، طبقناها كده ورصيناها كده مكانها. وشيشت الشباك بقى كده دلوقتي هقفله علشان خاطر بقى همشي. ودي شكل الأرضية كده اهي، وبقت الأوضة منظمة وشكلها حلو كده بقى ومترتبة. وكذلك برضو الصالة اهي برضو روقنا كل شيء كده عشان هنجي بقى من بيت والدتي. هننام بقى على طول. وبما اني مش هقعد انا والولاد، الجو يعني هيبرد وكده، فانا ههوي كده الشقة بسيبها كده زي بالشكل ده علشان خاطر تغيير بقى للجو كده، غير ما احنا بنكون قاعدين في الشقة بكون مقفلة على اساس الهوا وكده يعني. ودي الأوضة التانية اهي زي ما قلت لكم عملت فيها اهو. وبرده هنا فاتحة الشباك كده ومنزلة الستارة على البلكونة زي ما انتم شايفين هنا كده. طبعا القشة دي هاخدها احطها مكانها لاني نسيتها اهو. ودي برضو الأوضة التانية اهي، أوضة عام.
زي ما انتم شايفين. هو طبعا كل اوضه من اوض الولاد، يعني الاوضه دي عمرو اللي مروقها، واوضه البنات برضو هم اللي مروقينها. وطبعا ده الاسدال كده ببقى اصلي فيه علشان هصلي المغرب قبل ما انزل لوالدتي. وبس كده وكده بيكون يومنا خلص. وطبعا الشباك مفتوح برضو اهو، ساعة ما نيجي ننام هنقوم مقفلين. اتمنى كده الفيديو يكون عجبكم، ويكون في رضاكم يعني، وينال اعجابكم. واتمنى تكونوا استفدتم لو حاجة بسيطة من الفيديو. واشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متنسوش اللايك والاشتراك في القناة، احلى اخوات.